لو هنتكلم على التقنية بقى اللي احنا بنستخدمها في إصلاح القطع، فهي تقنية الدبل رو. زي ما احنا شايفين كده في فرق كبير جدا بين التقنية التقليدية لإصلاح الأوتار الدوارة اللي هي بتعتمد على نقطة واحدة بس للإصلاح، وده عكس الكونسبت أو عكس الحاجة اللي احنا اكتشفناها عن الأوتار الدوارة اللي احنا شرحناها واحنا بنقول وظيفة الأوتار الدوارة أو إيه هي الأوتار الدوارة. الأوتار الدوارة زي ما احنا شرحنا هي ماسكة على مساحة في رأس عظمة العضد، يعني لو دي رأس عظمة العضد لازم نبقى فاهمين ان الأوتار الدوارة دي مش ماسكة هنا في النقطة دي مثلا أو في النقطة دي، لا، الأوتار الدوارة ماسكة على مساحة حوالي 2 سنتي متر مربع يعني او 2 سنتي اريا من راس عظمه العضد. فاحنا دايما واحنا بنحاول نعمل الاصلاح لازم نعمل الاصلاح على السيرفيس اريا دي كلها او المساحه بتاعه منشا الاوتار الدواره كلها. زي ما احنا شايفين كده الاوتار الدواره ما بتكونش ماسكه في النقطه اللي احنا رسمينها هنا دي، لا، الاوتار الدواره بتكون ماسكه في السيرفيس اريا دي كلها او المساحه دي من راس عظمه العضد. وعشان كده لو احنا قررنا نعمل اصلاح بطريقة الدبل رو اللي هي الطريقة الأنسب والأحدث حاليا واللي بتسمح إن المريض يحرك إيده بصورة مباشرة بعد العملية، هي إن إحنا نصلح الأوتار الدوارة على المساحة دي كلها مش على النقطة الوحيدة دي. زي ما احنا شايفين في الرسم التوضيحي اللي فوق ده اللي على ايدي الشمال هو الطريقة التقليدية اللي احنا بنستخدم فيها نقطة واحدة بس علشان نصلح الوتر، وساعتها بنخلي المريض يبدأ يحرك كتفه بعد فترة كبيرة علشان يكون حصل شوية التئام يسمح بيه الحركة بدون ما يحصل قطع تاني في الأوتار الدوارة.